هلا بنات، شلونكم؟ ان شاء الله الكل يكون بخير وصحة وعافية. اليوم قررت انزل لكم هذا الفيديو، منتجته الحمد لله وكملته، فاحاول انه باقرب وقت، وهذا اقرب وقت بالنسبة لي ولظروفي طبعا. اليوم كان كلش صعب لانه بعد ما نقدر، يعني تعرفون امتحانات البنات ودروسهم، والاجازة كانت تاخذنا مطولة، وبسبب الحرب همين تأخرنا فتوقف الطيران. فهنا كانت المفاجأة وياكم. ما اريد الافراق من شفتوا شنو صار؟ اهلي واهل زوجي هم اهلي طبعا كلهم خطية ودعانة، وقبلها بليلة هم كانوا كلهم يمنا، فكانت كلش صعبة. شفتوا هسه البنات شلون يبكون، وصراحة يعني كان يوم كلش صعب بالنسبة إلي وبالنسبة للعائلة كلها. بس هنا يعني ما احكي لكم شنو الشعور او شنو اللي اوصفه بداخلي. صراحة والله اخذنا الطريق كله بكي، ما اعرف يعني قلت اني ابكي وهم يبكون، طبعا حيستمرون يبكون البنات، فخلي اسكت روحي اقوي نفسي حتى هن يسكتن خطية. تعرفون يعني بعد بيت جدهم، فتعلقوا بيهم وشافوهم وكذا، فصعبة صارت، والسبب التأخير الأكثر اللي هو الحرب اللي صارت. فالمهم هنا عندنا اني شركة الطيران اقصد بصورة عامة توقف بالعراق او بالشرق الاوسط كله، فما قدرنا انه نحجز او شيء، لان تعرفون اللي عنده عائلة بالذات اللي عنده اطفال هو يعني خلينا نقول عمر 2 3 4 لحد 7، يعني بهدلة مو مال يعني طريق البر وكذا ونطلع، فاضطرينا انه نطلع. الحمد لله طلعنا، فبكوا البنات كل شوية خطية وسكتتهم الحمد لله. وشفتوا أخويا وعمو وخالة كلهم موجودين وهاي، والأهل بقي كلهم خلف الكواليس مثل ما نقول، اللي اجى واللي راح وهاي. فالحمد لله إنه عديت هاي خلينا نقول الكم ساعة اللي صعبة كانت علي، وأول مرة أطلع طريق البر ويا أطفالي. هنا الحلويات جاب ليها أخويا كل. المهم جاب لنا هالحلويات، قال لنا نوميات وياكم بالسيارة، كرزات على قهوة على اشياء على سناكات يعني للبنات هم بالطريق. فهنا نحمد الله ونشكره أكثر وأكثر. طبعا شوفوا جمال المدينة ما شاء الله، محافظاتنا كلش حلوة بالعراق، جمال الطبيعة الحلو. وهنا نحن طلعنا شهر الثالث بنات، على فكرة شهر الثالث طلعنا، وبنفس الوقت أنا أشكر كلش هواية وأمانة الله والله العظيم، مو شغلة إعلان بس، أمدح الإنسان الزين وأمدح الشركة الزينة. كنا الصراحة مترددين أكثر شيء ما نطلع خوفا من الشركات. ليش؟ شنو السبب؟ تعرفون بنات أغلب الشركات، أنا ما يعني أعمم بس الأغلبية إنه صاروا، أو البعض خلينا نقول البعض، يعني عفوا على يعني التعليق، البعض صاروا يستغلون المسافر مضطر دا يريد يروح يسافر لأي بلد كان على عدد النفرات وغيره، يلا امشي أنا أوديك وأنا أخذك وأطلعك من بغداد بفلان سيارة عن سيارة تفرق أسعارها. تعرفون الباص صعب، الباص لحد ما يمشوا 36 ساعة يوصلوك لإسطنبول، والباص مو مال أطفال وكل كم ساعة يلا تنزل أنت يعني مطعم أو كذا. تعرفون الطفل ما يتحمل، اللي عمره أصلا سنة و6 شهور و7 أشهر، فبنتي عمرها سنة و8 أشهر مو هواية، فصغيرة بعدها خطية صغيرة والأكبر من عندها فما يتحملون. المهم فهاي الشركة أمانة الله شركة محترمة وشركة كلش حلوة وتعاملهم حلو وسلس وصادقين، المصداقية اللي عندهم والله كلش حلوة، الله يوفقهم يا رب ويحفظهم. وهذا السائق خوش إنسان، سائق اسمه أبو محمد، والله إنسان وردة مال الله، متعاون جدا ويانا، وواحد كأنه من العائلة للأمانة. هم من أهل كركوك، أول مرة نتعامل وياهم ونشوفهم يعني، وخطية ويانا. فهنا شفتوا وصلنا للمطعم، مطعم ما شاء الله، هاي أول يعني استراحة أخذنا، فبسرعة أكلنا، لأنه تعرفون يعني ما نقدر ناكل هواية وكذا، وشي بسيط بس ردنا نتريق يعني. المطعم نظيف والأكل لا بأس به، يعني مو ذاك الأكل الطيب. فأكلنا المهم وطلعنا نزلنا شوربة ومخلمة يعني بيض ولحم والسوالف ويا سلطات، وطلعنا. المهم السايق كلها هاي دا نمشي هو دا يشرح لنا، او نطلع باك تقولون يعني طالعين ويا يعني سياحة، طالعين سياحة احنا.
هاي فلان هالمنطقة هيك بيها وذاك هيك بيها، حتى كل شي شرح لنا ودا يحكي يعني انه فالبنات يعني تونسوا شوية بالطريق. بس اللي هنا ورا ما تريقنا وكملنا وهاي هذا الحكي احنا انطلقنا الساعة 6:30 الصبح من بغداد متوجهين الى اسطنبول. هنا أنا صراحة كلش تعبان يعني. هاي بنتي الصغيرة تعرفون حفاظ كل شوية غيري لها وكل شوية تريد المهمة وكل شوية تريد يعني سناكات بسيطة وتتحرك. الطفل حرك هو يعني بالفطرة هو حرك، هو يريد يتحرك يريد يلعب، فاني مسكتتها بالقدرة ما اعرف شلون صفقولي صراحة. الله يعين والله يساعد اللي عنده أطفال ويطلع هالطرق هاي المتعبة. أمانة الله كانت أزمة الله لا يعيدها، كلش صعبة. بس اللي هونها علينا الإنسان اللي ويانا خوش إنسان، ويا يعني أبو ماريا شلون يعني دا يحكي وياخذ وينطي بالكلام، فصار الطريق علينا يعني بالنسبة للكبار سهل، بس بالنسبة للصغار خطية الله يكون بعونهم. تعبوا إلى درجة بنات ما تتخيلوها. يعني كل شويه ماما وين وصلنا، ماما شو وقت نوصل. رجع نزلنا ويا ابوهم بال يعني الاستراحات. هاي بس الاستراحه الاولى طبعا. شوفوا شلون دا اسليها بالعربه مالتها، وكل شويه هاي اخذي هاي اوفي هاي فما صارت لكم كلش متعبه. امانه الله متعبه الى درجه. الحمد لله والشكر على كل حال. هنا أنا ضليت والله عد الساعات يا رب شو وقت نوصل الحدود. وخايفه من شنو؟ خايفه انه يعني الصراحة قبل أنا شلون مدحت لكم هالإنسان أو هالشركة هاي، مدحت لكم بيها لأنه أكو أغلب السواق أو أغلب الشركات يسوون تبادل، يعني بدي ينزلون الأبرية خلينا نقول أو النفرات أو اللي صاعدين خلينا نقول بالسيارة عند غير السيارة، ويعبرون من سيارة لسيارة. ما يوصلك مثل ما يقول راح أعبرك الديار عفوا أعبرك الشرناقة، أعبرك مثلا أوصلك المطار ديار بكر. ما يوفون بهالكلام، يعني هواي اكو كذب بالموضوع. فهنا لا والله الصراحة يعني المصداقية 100 والله يوفقهم يا رب، ما قصروا نهائيا. فحبيت انه اوصل لكم هاي الفكرة وان شاء الله يعني انه يعني اصير لكم في التجربة، يعني ما اعرف وياهم ويا غيرهم، من كل واحد يمر بتجربة فيحكي التجربة اللي عنده لا اكثر ولا اقل. فهنا وصلنا الى اربيل، وتعرفون بعد اربيل التفتيش مالتهم وهاي. فنزلت سويت اقامه، يعني لازم اقامه حتى لانه قال الساق قال حتى تعبرين هاي الامور مالت ما اعرف شنو قصد هالتفتيش او اللي يعني انت منين جاي وانت هذا، يعني هالسوالف والله ما دا افتهمها الصراحه مضبوط. بس المهم سويت اقامه 3 اشهر، انت من وين ومتزوجه وكذا وجيد عمرك وكذا، هذا السوالف الي والزوجي. سوينا الاقامه من اربيل وتوجهنا الى الحدود. هنا صراحة كنت كلش خايفة اني وابو ماريا همينه خايفين من انه الازدحام. دا يقولون ازدحامات ساعات كلش مطولة على الحدود. زين انا شايلة هم شلون راح هاي الساعات يعني اقضيها واخلصها ويا هالطفلة هاي الصغيرة ويا البنات خطية حيتعبون. وشفت طبعا وياي هواية ناس طالعين سيارات وباصات وخطية يعني باوعت اكو اطفال وغيره. بس هنا دا افكر اقول يا رب العالمين سهلها يا الله، ونقرا الايات طبعا ايش عندنا غير رب العالمين، الف الحمد لله على كل حال. فاقول بس لا اكو ازدحام، بس لا راح نبقى ساعات طويله عند الحدود، لانه الجروبات الكذا من تقرا من تشوف من تخابر فلان تخابر علان تخابر غيره، اقول لك نفس الحكي كله. فهي بقت شو احنا نقول شباب الله سهلها شايفين هاي يقول لك شباب الله سهلها، بالضبط الله سهلها بنات. وما احكي لكم شلون والله العظيم عالتعب مالت الطريق اللي مرينا بيه. من بنتي هاي يمين لابتش تلبتش مالتها وتريد تنزل وتريد عباك شويه تتوحش، شويه من تريد تنام تتنحس هوايه، تضرب كأنه وتريد الماما مالتها انطيها اياه كذا. فحاولت بكل الاحوال انه انا ابقى وياها، يعني اطول خلق ايش قد ما اقدر اطول خلق. تعرفون الانسان ترى هم عنده يعني شويه يعني حسب كل واحد وطاقته، يعني انا طاقتي هم يعني نفذت خلاص. بس واقع حال انه اني ترى بالطريق انه اني جايه الطفل هذا ما يعرف. فاني ما انصح بالطريق البر من نطلع ناخذ يانا اطفال امانه. الطفل تاخذ وياكم من 10 سنوات وفوق اوكي، هذا شويه خلينا نقول يفتهم شويه، الايباد يباع بيه شويه، يشوف له قصص، يلعب له لعبه، هاي مدى تفتهم بكل شيء، ما تريد اي شيء.
يعني صدقوا كانت كلش رحلة صعبة هواية، بس الحمد لله الله سهلها. هنا يعني دابا الطبيعة ما شاء الله كلش حلوة ما شاء الله. الله يديم يا رب الأمن والأمان لهذا البلد يا رب العالمين. ويعني بنفس الوقت همينة يعني تباوع انت ما مر بهالمحافظات. للعلم هاي أول ترى سفرة إلي بالبر، يعني احنا نطلع أنا ما شايفتها هيك على طول، دائما نطلع قبل تعرفون حدنا للشمال نروح يعني سياحة ما سياحة أربيل سلوانية دهوك كذني، بس مال أوصل للحدود وأظل مستمرة لا، هاي أول مرة أنا يعني خلينا نقول نطلع وناخذ البنات وكذا. فشفنا كل المحافظات وشفنا كل الأجواء. وهاي العلم ترى استراحة فقط وحدة ما نزلنا غيرها، أنا هم ماخذة سناكات وياي على اللي البقية يعني القهوة وغيرها، وهاي ماخذة وياي البنات. هنا نحن يعني قربنا راح ندخل للحدود، ولاحظت انه السائق ابو محمد البنزين اول ما طلعنا هو مفول بنزين، يعني اخذنا من باب البيت شفتوا قدامكم فول يم قبل لا يدخل الحدود، يعني هاي الحدود قبالها البنزين خانه، فول بنزين منا وهم مفول بنزين، لا ما هم جايب بنزين وياه. قال لنا هنا البنزين يعني مفول، طلع الجليكانات صغار قال لي انه هنا البنزين مغشوش، يعني هنا دائما يصير بمي او بفتشفه يعني يخرب لي السياره او هيك شيء. والسياره كان اسمها تويوتا سينا السياره بنات، تذكرت ما شاء الله عليها فعلا عائليه بنات والله العظيم عائليه. والشركه اسمها التون تور، شركه محترمه وحلوه، فسيارة كلش مريحة وكلش سياقة ناعمة والله العظيم. ما أتصور السائق عبر 150 بالسياقة كلها، جابها من بغداد لحد ما وصلنا الحدود وحتى عبرنا الحدود ما أتذكر عبر 150 بالسياقة. سياقته كلش رزنة ومرتبة. هنا وصلنا الحدود طبعا، وهنا قلت لكم مال دا يسوي يمكن دفتر الخروجية أو هيك شيء، يعني بالنسبة للسائق هو السيارة دفتر الخروجية للسيارة دا يسوي، ولازم مكتوب بالدفتر كم نفر وياه وكذا. هنا دا يعبي بنزين بالجليكانات اللي هو جايبها وياه، لأنه دا يقول البنزين موشي وياها مي، لأن تعرفون هم رايحين راجعين فيعرفون هالشي كله السواق أكيد أغلبيتهم. فصورت لكم هالأجواء كلش حلوة بنات والله كلش حلوة. أنا وصلت يعني للحدود الحمد لله. شوفوا شلون دا يعبي، يعني ما أخذ بنزين من هنا. المهم بنات فنزلنا هنا ودخلنا إلى منفذ إبراهيم الخليل ولتأشير الجوازات على مود يختمون لنا جوازاتنا ويشوفوها. نعطيناهم الجوازات العراقية ويسألوكم أنت عندك الإقامة التركية أو عندك أنت الجنسية التركية، يعني مهم حتى بس يعرف هذا منفذ إبراهيم الخليل أو عفوا الخابور. هنا نزلنا الجنط دا يفتشوها، وهواية طبعا منهم أخذوا الأكل مالتهم وهواي. فأقول لكم شباب الله سهلها، لا أخذوا أكلنا ولا أخذوا من عندنا شيء، فتشوها وتفتيش بسيط. وأحلى ما بالموضوع ألف الحمد لله والشكر والله كل ما أتذكرها وأقول يا ربي مثل ما سهلتها إلنا سهلها للآخرين. ماكو سيارات بنات والله إذا أحسبها تقريبا كلهن 7 8 دا تشوفون لو لا شلون فارغ المكان ألف الحمد لله. بس البرد ما أحكي لكم والله العظيم البرد ما أعرف إيش قد كان درجة الحرارة، لو 3 لو 2 كان كلش باردة إلى درجة. فختمونا جوازاتنا الحمد لله وجينا وين دا ندخل هسه الحدود التركية. دخلنا الحدود التركية ومنتظرين إنه يعني لأنه تعرفون سيارة هنا دا تشوفون دا تدخل سيارة وكل سيارة تقريبا تاخذ لها بالحسب نص ساعة ربع ساعة، مرات اكو ساعة سيارة تشوفون الباب شلون يفتحوا. وصلنا هنا للحدود حدود التركية، فبعد يعني هاي الجنط مالتنا. المهم دخلنا وختمونا الجوازات التركية ودخلنا هنا. السائق اخذوا السيارة مالته على مود يدخلوها سونار. والله العظيم وصلنا الساعة 3:15 للحدود يعني منفذ إبراهيم الخليل الساعة 7 تقريبا. احنا يلا 7:30 يلا طلعنا من الحدود، لأنه السيارة طولت كلش هواية يعني طولت كلش هواية بالسونار، تعرفون يعني طولت ما أعرف يعني دا يفتشون وهيك شي. فتعرفون بقينا بالبرد برا، ماكو شي كافيه يعني بسيط
نقدم مأكولات سريعة مثل توست، شاي، قهوة، دونير التركي. واللي شوفتكم اللي شو اسمه، شوفتكم هذا الصراف الصغير، هذا مثل الكشك، كشك صغير، فهذا ياخذ منك دولار او عراقي او ايراني او تركي، كل العملات يصرفها هنا. وبقينا اكو كان جامع، بقينا بالجامع تقريبا، بقينا بالممرات، خلصنا هاي الساعات كلها لحد ما اجى السائق الحمد لله عبرنا. هنا احنا وصلنا ديار بكر. المفروض احنا عبرنا طبعا ماردين، وبعدين هنا نحن وصلنا ديار بكر للمطار. هاي الاستراحة الثانية. هنا نزلنا دا ناكل. هنا بنات ما احكي لكم والله العظيم بالقرآن، هنا مين لا خبلتني، اكل ما اكلنا، بحيث المطعم كله ظل يباوع علينا انقهر. يعني نزلنا اكل ما قدرنا ناكل من العياط والبكي، يعني تخبلت الطفلة خطية حقها، يعني لا متمددة لا شي، يعني تعبت مهما كان ما تقدر، يعني طفل بده يتحرك. فهنا وصلنا يعني الماردين دا ناكل، كان الاكل كلش طيب واستراحة حلوة، بس اكلنا شي كلش بسيط، حتى البنات ما اكلوا. عموما يعني الحمد لله على كل حال. فعفنا. واول ما دخلنا هم مدينة اسمها جزرة اسمها، وماردين، وهسه حنوصل لديار بكر، يوصلنا المطار ديار بكر. وفعلا كان عند وعده الانسان، الله يحفظ العائلته. وصلنا هنا للمطار، راح ينزلنا هنا. الصدمة بنات الكبيرة بنات ما تتوقعون شنو البهدلة اللي أكلناها بالقرآن، تقولون يا عيني عليكم. هنا هسه شوية استراحة مقاتل. هنا راح أوقف لكم الفيديو ثواني. هنا وقفت لكم الفيديو اللي هو نزلنا كابتشينو عيني على أساس دا نشرب، لأنه قهوة وراسنا يوجعنا ومتعلمين نشرب قهوة وهالسوالف. بنات الطائرة مالتنا احنا وصلنا الساعة تقريبا 10:30 بالضبط للمطار. السائق وصلنا 10:30 بالليل للمطار. من 10:30 تخيلوا من الساعة 10:30 وصلنا احنا لحد ما صار الساعة 5 الفجر. عيني كان يجينا عند مسؤول المطار كان يقول والله الطيارة تأجلت، الطيران تأجل. شنو يا معود، عدل بدل صدق تحكي الشاقة، عوائل ومرضى ويانا وحوامل ويانا خطية وكبار السن ويانا وأطفال ويانا. تشوفون العركة قبت لكم الأتراك، راح أخلي لكم الصوت يعني مالتهم وتشوفوا. هنا بنات جابوا لنا الباص، صعدنا بالباصات الساعة تقريبا 6:30. شوفوا صارت عراك كتل، بس الحلو السرعة، يعني يقول له انت هاي إلك انتظركوا بعد باص، المهم كلكم تصعدون ولا نفر يبقى. يابا وين حتودونا؟ لأنه قالوا والله اكو خلل، مو بالطائرة، اي بالطائرة خلل. وواحد الثاني ايش يقول والله مو الأنواع الجوية ما تساعد، لأنه تعرفون أمطار ورياح قوية، ف3 أيام انتظروا يلا تصير رحلة إلى اسطنبول. صارت مشاكل. شوفوا الساعة بيش 6:18 دقيقة. انطلقنا احنا من مطار ديار بكر إلى مطار إليزا. 3 ساعات لازم بين مطار ديار بكر وبين إليزا. بس بنات سبحان الله ما شاء الله على جمال الطبيعة لهالمدينة، أنا هاي ما شايفتها ما شاء الله. الله خالق من جمال سبحانك يا ربي. المهم صعدوا ويانا حتى عسكر أصلا جايين ويانا بالطريق. فصعدنا بالباصات، حجزنا المقاعد مالتنا وكذا. هنا عين جماعة ناموا، ناس قاعدين، ناس كذا. بس ما أحكي لكم والله العظيم بنات البهدلة اللي أكلناها، حتى أكل ما أكلنا. على طار الأكل بالقرآن ما أكلنا شيء. حتى هاي المطار من وصلنا الساعة 10:30 لحد هسه الساعة 6:18 دقيقة، وهسه حنوصل هم للمطار وراح نقعد، وهذا كله احنا ما ماكلين. تصدقون سناكات اللي شنو، مو احنا الكبار، الصغار خطية، نستله، شوكولا، يعني سوالف فيتي عادية، شيبس، ماكو غيرهن. فصورت لكم هالمناظر هاي استمتعوا بيها شوي بعد هالحكي هذا كله والإحباط. بس الحمد لله والشكر. المهم قالوا ب9 ضبط الطائرة منتظرتكم مطار إليزا. فقلنا هنا قلنا الحمد لله والشكر انه وصلنا وكذا. فأريد بس أوصل أصعد الطائرة ونروح، خلاص أريد نوصل للبيت، لأنه صارت رحلة مطولة. والسبب الأكثر من هذا اللي بمطار ديار بكر، يعني كانت طلعتهم كلش ما حلوة. عارفها مش قد فرحت أنا بالحدود اللي منفذ إبراهيم الخليل، يعني فرحنا كلش هواية. قلنا الحمد لله إنه ماكو يعني صار تأخير، إنه السيارات هواية وازدحام مثل يعني خطية البقية. أكو ناس واجهتها صعوبات وأكو لا. فكل من دا يحكي اللي مر بيه دا يقوله، يعني ما حاجة يعني أقعد يا كلش أحكيها فد مرة حلوة ويا فد مرة أظلم. هلا هنا وصلنا هذا مطار إليزا ونزلنا، كنا مسافرين.
استقبلونا كنا على السريع لأنه تعتبر حالة طارئة، الطيارة منتظرتنا بالتسعة. احنا لازم بإذن الله احنا صاعدين. فتشنا كملنا يعني الإجراءات كلها، التفتيش وختم وغيره، وصعدنا هيان هالطائرة الحمد لله والشكر. بصراحة من صعدنا بالطائرة يعني تنفسنا وقلنا ألف الحمد لله والله يسهل أمورنا إن شاء الله نوصل يا ربي على خير. صورت لكم شوية كم شغلة من المطار. شوفوا الجمال اللي الله خالقه برا، باع الجبال باع الثلج. قد أصور لكم إياه شوية لتشوفون بنات. روعة روعة ما شاء الله، يعني كلش منظر يفتح النفس، يعني سبحانك يا ربي. هنا كنا الحمد لله صعدنا والطائرة حتتحرك بينا، فدا أسبق لكم الأحداث لأنه نريد أنا وياكم همين أريد بس أوصل تعرفون يعني من هالشي هذا. بس الحلو إنه متعاونين، يعني متفهمين الوضع، متفهمين إنه أنت عندك عائلة، مقدرين شي اسمه عائلة، مقدرين شي إنه أنت عندك طفل، ماكو هاي يلا وتحمل حالك حال البقية وش نسوي وتأخرت الرحلة والله وهذا العدنا، لا ماكو هيك شي. هذا هو، إحنا غلطانين نتحمل خطأنا وغلطنا ونوفر لكم طائرة ثانية. هنا بنات انطونا سندويتش، يعني 4 5 انطونا سندويتش بس يعني صغار. وتعرفون لفات الاتراك مال الرحلات الداخليه للصير اكلهم مو طيب صراحه. فاحنا ما جايين ندور برياني لا طبعا، واكيد بفلوسنا احنا صاعدين والتذكره مالتنا على حسابنا، بس مع ذلك اللفه بيها الجبن، والجبن ما نحبه وطماطه وخلص كل شيء ما بيها، وصغيره يعني ما كلش صغيره وما حبيناها هالقد صراحه. لان انا دا سكت عيني بمين لا اللي ركضتنا تركض والله العظيم. يا ويلي الله يعين ويكون بعونه اللي عنده اطفال صغار، يا ويلي الله يساعده والله. وبالذات الحرك مو اكو اطفال ما شاء الله عليهم، يعني عدا اللي مريض واللي صاحي هو طبعه هيجي، اكو اطفال يعني قاعدين تنطي اللعبه يظل قاعد بمكانه، تنطي الاكله يتقشمر، هاي لا تتقشمر باكله تتقشمر بلعبه، يعني تريد تتحرك وتعيط بس تعيط. فتخيلوا بنات لحد ما وصلنا للبيت سبحان الله يلا هدأت. تخيلوا وصلنا للبيت يلا صارت حبابه وما اعرف تعبت لا والله مو تعبت يعني الله يساعدها. قلت لعيني اذا احنا كبار وتعبنا كلش والله مزاجنا صار صفر، تفكيرنا صار صفر، نريد بس نوصل. ومع ذلك احنا مبتسمين طول الطريق. مع ذلك انت لازم تحكي ويا الناس يعني باصولك وباحترامك اللي تعلمته وانت المتربي عليه، فلازم نتحمل هالشي هذا. بعد شو اسوي يعني؟ فقلت لحقها يعني هاي الطفله هيك تصير نحسه، يعني تريد تتحرك تريد كذا. فالحمد لله والشكر. هاي قدامكم شوفوا المنظر بنات، صورت لكم البحر والمناظر الطبيعيه، الفيو اللي يجنن سبحان الله، يخبل بنات. سبحانك يا ربي، شنو الله من جمال خلق، سبحانك يا ربي، خلق فأبدع، سبحانك يا رب العالمين. يعني منظر ولا أروع من عنده، كلش حلو. المهم بنات ما طول عليكم الفيديو. احنا وصلنا للمطار، مطار اسطنبول طبعا. صعدونا باص، الباصات الداخلية أقصد بداخل المطار، حتى توصلنا على البوابة الرئيسية، بوابة الخروج من المطار. وهذا الباص. شوفوا بنات وصلنا للبيت الحمد لله والشكر بنات، وشكرا على المتابعة، ويا رب استفادتوا من هالكم معلومة اللي أعرفها طبعا على قدي. شكرا لكم.